السلام عليكم. وعليكم يا السلام رحيم، ورحمة إيه الله الأخبار؟ وبركاته. الحمد لله والله. دلوقتي السيستم كل يومين بيقع، ممكن تفهمني إيه المشكلة؟ بُص، بصراحة كده الكود ده مش نافع، إمم، إحنا محتاجين نعمل له refactoring. أوكي. طيب يعني أنت محتاج وقت قد إيه عشان تعمل refactoring؟ يعني إحنا محتاجين نكتب السيستم ده من أول وجديد، فمش أقل من 6 شهور. 6 شهور؟ إن شاء الله 6 شهور نكتب كود نضيف إمم، وscalable. scalable. وخلّينا عشان ما نوقفش الشغل، إحنا نقسّم الteam نُصّين، نُص يشتغل على الfeatures ويsupport السيستم، ونُص تاني يشتغل على الrefactoring على جنب، سيستم جديد، كود نضيف، وإن شاء الله نخلّصه ونسلّمه. إمم. لسه يا محمد؟ بُص، هو إحنا خلاص إمم، تقريبًا خلّصنا، إمم، بس السيستم فيه features كتير، ادّيني بس كمان شهرين، تمام، ماشي. شهرين إن شاء الله. ها، بُص، أنا عارف إن إحنا طوّلنا، بس هي الفكرة إحنا كل ما نخلّص جزء نلاقي features جديدة زادت، فإحنا عشان نخلّص الموضوع ده إحنا هنوقّف features جديدة، تمام، ادّيني بس شهرين، شهرين نبقى خلّصنا الموضوع ده وإن شاء الله نرجع أحسن من الأول. طبعًا كتير مننا عدّى عليه الموقف ده، وأنتم كمان عارفين بقية القصة، مشاكل تطلع، الbusiness بيزهق، الوعود بتاع الteam مش بتنتهي، الteam بيستعجل يكروت الكود، فحتى لو خلّص الكود اللي هيطلع هيبقى هو كمان محتاج يحصل له refactor. لو كنت في موقف زي ده وعايز تعمل refactoring لlegacy system بخطوات صغيرة زي ما بيقولوا incremental changes بشكل آمن ومن غير ما الbusiness يزهق منك، فده محور الكورس بتاعنا. كمان لو عايز ما توصلش أصلًا للمرحلة دي وتتعلم continuous refactoring عن طريق refactoring techniques معروفة تقدر تستخدمها بشكل يومي، يبقى الكورس ده علشانك. اشترك دلوقتي ونشوفكم في الكورس إن شاء الله. سلام. يا ابني فاضل قد إيه يا ابني؟ سنتين، سنتين بس.